انت عارف ان الضوافر بتتكلم؟ يعني ايه؟ عمرك بصيت لضوافرك كده وعرفت ان اي علامة فيها عايزة تقول لك رسالة، والرسالة دي لازم تتفهم وتتفسر وتعالج نفسك على اساسها؟ معقولة؟ تعال اشرح لك بالتفصيل ايه اللي هتقوله الضوافر. انت عارف ان البقع البيضاء اللي موجودة على ضوافرك دي عايزة تقول لك ايه؟ ان انت عندك نقص زنك او حديد، وبالتالي يبقى لازم ترجع لدكتور او تستعين بمكملات غذائية فيها زنك او حديد تحت اشراف طبي طبعا. وكمان لازم تستعمل فيتامين اي عشان ترطب كمان مكان الضوافر دي. انت عارف بقى لو اتشققت او اتكسرت ده عايز يقول لك ايه؟ عايز يقول لك ان انت عندك نقص حديد او ممكن فيتامين ب، وبالتالي لازم تعوض النقص في العناصر دي بمكملات غذائيه. وكمان ممكن يكون نقص بروتين في اكلك. كمان بقى لو الضفر لقيته بينتني كتير وبيجي معاك كده ومرن زياده عن اللزوم، ده ممكن يكون استعمال منظفات كتير او استعمال مواد كيميائيه اثرت على الضفر. واحيانا برضه بيكون نقص انيميا او حديد. انما لو الضفر فيه تعاريج او خدوش او حفر، ده غالبا هيكون نقص فيتامين د او مشاكل مناعيه. بعض الحالات بقى بيبقى فيه نتوءات وخطوط سوداء، يبقى الادله هنا رايحه ناحيه نقص فيتامين ب 12. الخلاصه ضوافرك هي اللي هتبين لك انت ناقصك ايه من فيتامينات او عناصر او معادن. بص بقى على ضفرك كده وقول لي ناقصك ايه. دكتور محمد حسنين، استشاري التغذيه العلاجيه.